حتى العدد الكبير لم يتجاوز في أحسن الأحوال 100 أو 100 ألف ونيف. يقول بشار أسد إن تعداد السوريين الذين خرجوا منادين بإسقاطه لم يتجاوزوا في عموم المحافظات 100,000 متظاهر، وبأحسن الأحوال 150,000. 100 أو 100 ألف ونيف. في رواية ثانية 200,000 مدفوعين ماليا. هذا الحراك الشعبي الذي لم يتجاوز في أحسن الأحوال 200 ألف شخص مدفوعين. بكل سندويشة بالورق الملفوف كانوا يلفوا 500 ورقة مشان المتظاهر ياخذها ينزل يتشجع ينزل. وفي رواية ثالثة تجاوزوا 1,000,000 متظاهر. لكن لنقل إنه كان هناك 1,000,000 متظاهر. 100 أو 100 ألف ونيف. لكن ولنبقى على أحدث الأرقام، نحتاج لمعرفة قصة هؤلاء 100,000 متظاهر. أهم وفق تعليق البعض بهذه البسالة لتركيع نظام بآلاته العسكرية والأمنية والاقتصادية إلى حد التسول، أم وفق آخرين الفئة القليلة التي تخلى عنها الجميع وغلبت فئة كثيرة مثلا؟ Barrels with dynamite and they drop them right in the middle of a group of people. And in all fairness, you see the same kids, no arms, no legs, no face. This is an animal. قبل سنوات وصف الرئيس الأمريكي السابق بشار أسد بالحيوان. This is an animal. ما نريده من هذا التوصيف ليس الحيوان المعني، وإنما ابنه حافظ الذي قد نستعين به لإجراء بعض الحسابات بحكم الذكاء المتوارث وحصوله في مسابقة رياضيات دولية على 5 أصفار من أصل 6، والمسألة وفق تعليق ناشطين أن تعداد جيش النظام يقدر بداية 2011 بنحو 300,000 مقاتل، عدا عن المخابرات والأجهزة الأمنية المقدرة ب100,000 عنصر، أضف لها عناصر الشبيحة وما أطلق عليهم بالميليشيات الرديفة برقم يزيد على 200,000. ونتحدث هنا في منتصف 2011 بأدنى الأرقام عن 600,000 عنصر، أي 6 عناصر قتل لكل متظاهر واحد. لكن قوة 100,000 لا تنحصر بالمعادلة السابقة، فهناك إيران وميليشياتها الشيعية التي أكد نصر الله وصولها مع سليماني بداية الثورة السورية. وبحسب متوسط الدراسات والتقارير فالحديث عن 150,000 إلى 200,000 من أعلى قيادات الجيش الإيراني والحرس الثوري إلى أصغر مرتزق لبناني عراقي أفغاني. أضف لما سبق روسيا المصنفة كثاني أقوى دولة عسكرية عندما باشرت بنشر مقاطع ضباطها في جوبر ودمشق مبكرا. وناهيك عن الترسانة الجوية فالموثق هنا 63,000 مجند وضابط، بالإضافة لفاغنر بأكثر من 10,000 مرتزق، والمحصلة لما سبق أكثر من 820,000 مقاتل، أي ما يزيد عن 8 عناصر بوجه متظاهر واحد. الخلل ليس بالنتيجة أو بتعداد المجيشين الموثقة، وإنما بهذا المجرم، لا سيما إن تجاهلنا المظاهرات المليونية جدلا لإسقاط بشار ونظامه في أغلب المحافظات. كانت المسألة الثانية، فإذا كان تعداد المتظاهرين 100,000 وقسمناهم على مجموع المدن والبلدات والقرى الثائرة في سوريا لخرج معنا 10 أشخاص في كل منطقة. والسؤال لمؤيدي وداعمي من وصفه الرئيس الأمريكي السابق بحقيقته، لماذا دمرت هذه القرى والحواضر بكاملها لأجل 10 أشخاص؟ ولماذا قتل بشار وميليشياته 2,000,000 مدني وهجروا 14 مليونا لأجل 100,000؟ ولماذا قتلتم 200,000 مدني تحت التعذيب ويقبع في أقبيتكم ما يزيد عن 400,000 معتقل ومفقود؟ ولماذا جلبتم روسيا وحثالات إيران؟ أكل هذا لأجل 100,000 متظاهر أو لأجل 10 أشخاص في قرية مؤلفة من 20,000؟ 100 أو 100 ألف ونيف. أخيرا يبقى المهم لبشار وميليشياته وداعميه معرفة أن هؤلاء 100,000 كسروا رأس حافظ ودولة النهب الطائفية إلى غير رجعة. وإن كان الصراخ اليوم على الغاز والكهرباء ورغيف الخبز وراتب الذل، فانتظروا من هؤلاء 100,000 مزيدا من القهر حتى اجتثاث آل أسد وميليشياته.